السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي البنات. اليوم راح نشارك معكم الوصفة تاع حلوى للعيد، بما اننا مقبلين شهر تاع العيد الاضحى ان شاء الله، ويامات العيد الكبير لازم نديرو حبات كاطو نستقبلوا بهم ضيافنا. انا بغيت نعطيكم الوصفة تاع اليوم تجي اقتصادية، مقادير مضبوطة، مكونات بسيطة متواجدة في كل بيت، يعني تقطع كمية كبيرة. حاولوني بزاف البنات قالك عطيونا وصفات تكون سهله وغير بالزيت. جبت لكم هذا الموديل تاع اليوم البنات، ولا هذه الوصفه جات اكثر من رائعه. زدت لها واحد المكون هذا هو اللي خلاها تجي معلكه وتجي طريه وتجي ذوب ذوبان. انا بغيت نعطيها لكم بمقاديرها المضبوطه. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم وعجبكم الفيديو تاع اليوم البنات، ما تنسونيش بالجيم والكومونتير والاشتراك باش تطلع القناه تاعنا، وهذا فضلا منكم حبيباتي وليس امرا. وانا نشكر كل واحد دخل القناه تاعي وخلالي تعليق صغير وشاركتوا في هذه القناه هذه. انا نقول لكم شكرا، الف شكر من هذا المنبر. ونبداو الوصفه تاع اليوم ونقول لكم واش راح نديروا فيها. انا عندي يا البنات حندير كميه كبيره، يعني ناكل ونوكل. كما تعرفوني دائما نجيب لكم الوصفات تكون تقطع كميه كبيره. راح ندير بحبات بيض، واللي بغات دير نصف الكميه دير، اللي بغيتو ديروا زوج حبات بيض ديروا، وقادرين ديروا حتى حبه بيض. يعني التزموا غير بهذه المقادير برك وعرفوا كيفاه ديروها تجيكم ما شاء الله. انا عندي بحبات بيض بحراره المطبخ، جبتهم بنص ساعه ولا ساعه من الثلاجه. هذا هو الشرط تاعهم باه الكاطو تاعنا يجينا شباب ويجينا هشيش ويجي خفيف ويجي ذوب في الفم. هذا هو سر الوصفه تاع اليوم. يعني دائما نجيب لكم الوصفات اللي تحمروا بها وجوهكم وديروا كاطو بنين اللي ياكلوه ولادكم وياكلوه ضيافكم، ما تحشموش به. ديروه كي شغل درتوه بالزبده. المهم قلت لكم عندي حبات بيض بحراره المطبخ. راح ندير كاس سكر رطب، لازم رطب، السكر يكون رطب البنات، كاس سكر رطب. وراح ندير كما راكم تشوفوا لهنا البنات كاس زيت. نعاود المقادير: 4 بيضات، كاس سكر رطب، وكاس زيت. واللي بغات دير نصف الكميه دير نص زوج حبات بيض، ودير نص كاس زيت، ودير نص سكر رطب. هنا عندي 3 مغارف تاع قهوه فاني، 3 مغارف قهوه فاني. هذا هو السر اللي يخلي الكاطو تاعنا يجينا معلك ويجي طري ويجي رطب ويجي ذوب في الفم. رايحه نضيف 2 مغارف تاع الكونفيتور تاع المشماش ولا المربى تاع المشماش، اللي يزيد الذوق للكاطو تاعنا ولا الحلوه تاعنا وتجي بنينه وتجي معلكه يا البنات، صدقوني تجي ما شاء الله، وراكم شفتوها في اول الفيديو. انا نحاول نخلط المكونات تاعي مليح بالباتر، ولا ما عندكش الباتر استعملي اليد تاعك. حنا ماذا بينا المكونات يتمزجوا مليح والزيت يتخلط مليح مع السكر. هذا هو الهدف تاعنا، باه نتحصلوا عجينه ما فيهاش الزيت كي شغل خدمتيها بالزبده. وهنايا راح ندير لها شويه تاع لا غوم تاع بذوق القارص، ندير فيها شويه تاع باه تجيني بنينه، نقول تاعها ثاني تجيني بنين ويتبدل. ولا ما عندكش ديري مبشور ليمون. ونضيف لهنايا كاس تاع مايزينا ولا كاس نشا. انا استعملت الكاس تاع ام وليد كما راكم تشوفوا لهنا، وضفت وحده تاع خميره تاع كاطو. ما ديروا زوج خميره تاع كاطو يا البنات باه ما يجيكمش الكاطو تاعكم كما نقولوا حنا يتفتت. حاولت نخلط النشا مع المكونات اللي خلطتهم من الاول مع الاول. دوك نبدا نلم بالفارينه، نضيف الفارينه تاعي غير بشويه حتى ما نتحصل على عجين يكون متماسك وفي نفس الوقت يكون طري ماشي يابس. ما تكثروش الفارينه بزاف البنات، تحتاج باه كي تخدموا الكاطو تاعكم يجيكم شباب كي شغل خدمتوه بالزبده. وهذه هي القاعده تاع اليوم. ديروا الكميه المطلوبه
وعندنا كما عودتكم الفرينه عندنا انواع، كاينه اللي تشرب وكاينه ما تشربش. حاولوا تضيفوا الفرينه تاعكم بالتدريج غير بالشوي حتى ما تحصلوا على عجينه طريه. هذا هو الهدف تاعنا. هنا راني نلم فيها بشويه ونضيف الفرينه تاعي بشوي حتى ما تحصل على عجينه طريه. كما راكم تشوفوا لهنا هاي العجينه تاعي متحصله عليها، ما تبانش خلاص بلي درتها بالزيت. وانا نتمنى ان شاء الله نحط لكم فيديوهات ونكثر لكم من الوصفات اللي مخدومه بالزيت، باش الانسان يبغي الحوايج كما قلنا يكونوا ساهلين والحلوى اللي تكون اقتصاديه. هاي العجينه اللي تحصلت عليها بسم الله يا البنات، وقطعت لي كميه كبيره، قطعت لي قريب 40 حبه تاع حلوى. شوفوا بسم الله جات ما شاء الله. درت الفرينه تاعي انا في البلون دو طرافاي، وبديت نحلف العجينه تاعي. السمك تاعها خليوه قدر 5 مليمتر، عفوا حلوها على سمك 5 مليمتر. انا القطعه استعملت هذه تاع الهلال. شوفوا بسم الله ما شاء الله. ونحطها في البلاطو تاعي، دهنت له شويه زيت. لازم ديروا الزيت في البلاطو يا البنات ولا طيبوها فوق بابي كبيسون وبعدوها شويه لبعضها. يعني الشكل تاع اليوم انا درت لكم هلال باه الشكل تاعها يجينا شباب. نتعمد درتو هلال، ما بغيش نديرو دائري، ما بغيش نديرو حاجه اخرى، يعني يزاد منظر للحلوى تاعي. وكي نحطوها في الطابسي تجي ما شاء الله. وقلت لكم باللي هذه العجينه عطات لي 40 حبه تاع حلوى، يعني حلوى اقتصاديه بامتياز. ولا بغيتو نزيد نعطيكم وصفات ما خير بالزيت كتبوا لي في الكومونتير يا البنات، ان شاء الله نحط لكم وصفات اللي تكون اقتصاديه سهله. المقادير تبعها تكون موجوده في كل بيت، في وقفه ديروها. انا نكمل نقطع العجينه تاعي ونشكلها على هذا المنوال، يعني على شكل هلال حتى ما نكمل الكميه. ونكون حطيت الفرن تاعي يحمى على 180 درجه قدر 10 دقائق من قبل ولا ربع ساعه. دخلت انا الحلوى تاعي للفرن، طيبتها من تحت كما راكم تشوفوا لهنا، جات ما شاء الله كما راكم تشوفوا. قولي ما درتها بالزيت، شوفوا بسم الله جات ما شاء الله يا البنات قلت لكم. وهنا دوك نحاول نوجد لها صوالحها باه ندير لها العمليه الاخيره، باه نزينوها ونديروا لها الزواق تاعها. شوفوا بسم الله كيفاه جات اكثر من رائعه. انا لهنا عندي التزيين تاعي، حنا تعودنا نديرو دائما الكاوكاو نديرو. انا اليوم ما بغيتش ندير الكاوكاو. الحلوى تاعي تاع اليوم درت لها نواه كوكو، لازم ديروا لها نواه كوكو البنات باه الذوق تاعكم يجيكم شباب. ما ديرولهاش الكاوكاو. شريو قدر 200 غرام تاع كاوكاو ولا 250 غرام ودير لكم بسم الله هدا. حطيت الحلوى تاعي انا في الكونفيتور، خليوها تشرب شويه وسيوها بالبانسو. ولا بغيتوها تجي تشرب اكثر من هكا ديال البنات وتجيكم بزاف طريه، حميو الكونفيتور فوق الغاز، زيدوا له شويه تاع مزهر ولوحوا فيه الكاطو تاعكم وخليوه يتشرب، ثم رمدوه في الماء كوكو. يعني تجي حلوى ما شاء الله عليها، ذوق ومذاق وهمه في الطبسي. حطيتها انا في النواه كوكو تاعي، دوك نحاول نرمدها مليح باه الحلوى تاعي تعطي منظر شباب وترفد كميه شويه من مات كوكو باه كي نحطوها في الكيسات ولا في الطبسي تجينا شابه. حاولوا ترمدوها مليح البنات وما تزربوش عليها. يعني انا ماذا بيا نعطيكم وصفات كيما هكا ونجيب لكم الوصفات السهله اللي في وقفه ديروها. يعني ما يمكن تروحوا تضيفوا وتدوا معكم طبسي كاطو كيما هذا ما تحشموش به عادي، خاطرش حنا الجزائريين نبغيو الحوايج تكون اقتصاديه وبنينه. شوفوا بسم الله كيفاه جا ما شاء الله. انا نقول لكم البنات اللي عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساونيش بالجيم والاشتراك، ومع السلامه.